بروفيسور وقف قدام تلاميذه، ولما بدأ الدرس ومن غير ما يتكلم أي كلمة جاب علبة كبيرة فاضية وبدأ يحط فيها كور صغيرة، وبعدها سأل التلاميذ بتوعه بعد ما كانت العلبة اتملت بالكور الصغيرة وقال لهم العلبة اللي في ايدي كده مليانة ولا لسه فاضية؟ فاتفق التلاميذ كلهم على ان العلبة كده مليانة، فجاب علبة اصغر منها كانت مليانة حصو صغير، بعدها فضاها في العلبة الكبيرة اللي مليانة كور وفضل يرجعها لحد لما الحصو الصغير ده دخل ما بين الفراغات اللي موجودة ما بين الكور، وبعدها سأل هل العلبة كده اتملت؟ فاتفق التلاميذ على انها اتملت فعلا، الا بقى لو انت عندك رأي تاني وهتقرفنا طول المحاضرة وده اللي كان بيفكر فيه بعض الطلبة اللي كانوا في المحاضرة، بس هو فعلا البروفيسور ده كان ليه رأي تاني وهنعرف بعد شوية. بعدها جاب علبة صغيرة وكان فيها رمل وفضاها على العلبة الكبيرة اللي فيها الحصو والكور، وكان ساعتها الرمل خد كل الفراغات اللي كانت موجودة. بعدها سأل البروفيسور كمان مرة هل كده العلبة دي اتملت؟ فبرضه كلهم اتفقوا على انها خلاص كده اتملت. قام جايب فنجان القهوة اللي كان بيشرب منه وراح جاي دلقه على العلبة دي كمان. بعدها ضحك الطلبة اللي كانوا قاعدين وتأكدوا ان هم كانوا غلطانين، وبعد ما سكت الضحك بدأ يتكلم وقال دلوقتي انا هعرفكم ايه القصة. العلبة دي بتمثل حياة كل واحد منهم والاولويات اللي المفروض نحطها في حياتنا الاول. اما بقى الكور اللي اتحطت في الاول دي هي الحاجات الضرورية في حياتك، يعني زي دينك وقيمك واخلاقك وعيلتك واطفالك وصحتك واصحابك اذا ما كنتش بتحب الوحده. عشان كده لازم تنتبه قوي للحاجات الضروريه في حياتك، لان دي ببساطه بمثابه العمدان والقواعد اللي انت بتبني عليها، عشان في يوم من الايام لو خسرت كل حاجه يبقى في قواعد ومباني انت مسنود عليها وهيبقى لسه لحياتك طعم ومعنى، وهقولك قدام شوية ازاي. اما بقى الحصو اللي حطه بعد الكور فده بمثابة الوظيفة بتاعتك، العربية، البيت. اما بقى الرمل فهو بمثابة الحاجات اللي بتحصل لك هامشية طول يومك، يعني مثلا مشكلة حصلت لك مع فلان ولا علان، فالمشاكل دي ببساطة زي الرمل صغيرة بس الكتير منها ممكن يملأ العلبة بتاعت حياتك كلها. فلو افترضنا ان احنا حطينا الرمل في الاول فمش هيبقى في مكان للكور ولا للحصو الصغير، وده بالظبط اللي بيحصل في حياتنا الواقعية. بنشتت انتباهنا في حاجات تافهة على قد ما تبان انها حاجات عادية وحاجات ملهاش اي لازمة، الا ان انشغالك بيها وتركيزك عليها ممكن يضيع حياتك كلها. الشاهد واللي عايز اقوله لك من القصة ان دايما ركز على الحاجات المهمة في حياتك وشوف انت عايز تعمل ايه، وسوق انت دنيتك، ما تخليش دنيتك هي اللي تسوقك. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا بإرادة حرة عشان نختار اللي احنا عايزينه. وبعد ما خلص البروفيسور فطالب رفع ايده وسأل انت ما قلتلناش فنجان القهوة اللي انت حطيته في الاخر ده بيمثل ايه؟ فضحك البروفيسور وقال له فنجان القهوة ده لاني عايز اوضح لكم اني مهما كانت حياتك مشغولة فمفيش مشكلة انك تاخد شوية من الوقت تشرب فيهم فنجان قهوة.